بتحبني؟ طبعا حياتي. بتحبني؟ بس أنا كويس. انت كويس؟ يلا نحط لايك لماما. بس أنت مش قادر. يا بنتي أكيد. بيقولي مش قادر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفنا وسعادة يا رب وراحة بال كل حاجة حلوة في الدنيا. وحشتوني كتير كتير. طبعا انا عارفة ان انا وحشتكم. طبعا اسفة عن غيابي عليكم. قبل اي حاجة يا ريت نحط لايك. قبل اي حاجة ليه لو سمحتم تحطوا لايك عشان عاوزة الفيديو ده ينتشر وناس كتير تشوفه. طبعا انا مش بنزل على القناة بقالي فترة، مش عارفة كام يوم يعني، بس بقالي فترة. عاوزة قبل اي حاجة، قبل ما ابدأ الكلام، مش عاوزة حد يغلط في حد عندي في القناة او يكتب كومنت ملوش لازمة، لان اي حد بيكتب حاجة انا بحذفها سواء عليا او على حد تاني. فقبل اي كلام يعني خلينا متفقين ان محدش يغلط في حد عندي. طبعا انا طالعه ان انا اوضح نقطه يعني. طبعا في كلام كتير، طبعا انا ممكن يعني ان انا اطلع ارد عليه، بس انا عقلي وان انا بحب ابني يخليني ان انا خلاص بقى يعني اكبر دماغي. وان شاء الله ان شاء الله مع الايام كل حاجة يعني بتظهر. وانا ما يهمنيش دلوقتي حاليا رأي الناس ابدا. وانا لو حاجة مزعلاني بقول يا رب، بس مش بقول لحاجة تانية، ولا بقول لحد يساعدني، ولا بقول لحد انا زعلانة او متضايقة. انا اخري لما بزعل بنعزل لوحدي، بسكت ما كده يعني، ده اخري. طبعا انا طالعه الفيديو ده يا جماعه مش بغلط في حد ولا هغلط في حد. ولو كنت ردت فعل الحاجه مثلا او غلطت، او ماما مثلا ان هي اتعصبت او في اي حاجه قبل كده، انا بعتذر واسفه وما تزعلوش مني. طبعا انا حابه اوضح حاجه بخصوص القواضي. طبعا يا جماعه انا ما كنتش اعرف الكلام ده غير طبعا كان اشرف اخوي عامل لايف عنده، كان هو بيوضح للناس شويه حاجات يعني، وكان متعصب وكده. ف انا يعني اتضح لي ان في محضر معمول ب600,000 وانا فيه، ان يعني انا اتهمت ابو ركان فيه. طبعا الكلام ده ما حصلش. انا محاضري معروفه وكانت على العام. الفيديوهات اللي اتعملت على العام انا عملتها في المحضر، حتى ما فيش اي حاجه خاصه عملت بها محضر ولا تبلي ولا اي حاجه. المحاضر اللي انا عاملاها سب وقذف، اول محضر عملته من شهر 6/2023، بقاله سنتين ولسه طبعا زي ما انتوا عارفين الحكم جه قريب فيه. طبعا ما جاش الحكم بالحبس، كان غرامه. المحضر التاني برضو علشان انا طلعت، والفيديو ده والله العظيم يشهد ربنا اخر فيديو، لما طبعا كلكم طلعتوا برضو بعد ما عملته، وكنت برضو نيتي كانت خير وان انا بتكلم برضو بطريقة كويسة وما غلطتش في حد، طلعتوا تنمرتم وعباية سودا وانتوا مع اني ما كانش في دماغي اي حاجة وما كانش في محاضر وقتها اتعملت. انا عملت المحضر الجديد ده تاني يوم من الفيديو. هقول لكم ليه برضو. المحضر اللي انا عملته ده، طبعا احنا طبعا معانا محاميين، والمحاميين قالوا لنا اي حاجه تسيء لكم او اي كلمه تطلع اعملوا، يعني شوفوا كل حاجه تطلع اعملوا بها محضر. فانا ما بعملش كده يعني، مش كل كلمه بتطلع تتقال بروح اجي اعمل محضر، ما كانش فيه الكلام ده. انا عملت المحضر التاني ده ليه بقى؟ عشان كان يعني كان في شوية تهديدات ان ابني هيروح مني، ان في احكام هتتعمل لي وابنك هيتاخد، ان في حاجات تبلي هتتعمل. فانا يا جماعة انا رحت ان انا احمي نفسي، بس بعد الفيديو اللي عملته برضو لقيت ان مفيش تراجع. فانا رحت عملت المحضر ده بناء عن كده، ان انا يعني ايه اثبات حالة او ان انا بحمي نفسي. طبعا ما كانش في دماغي اي حاجه، ما كانش في لسه اجراءات اتعملت في المحضر. عاوزه اقول لكم ان ابو ابني اتاخد على تاني يوم على طول من المحضر.
اللي انا عملته، ما كانش لسه فيه اصلا اي اجراءات اتخذت فيه، ولا قدمت حاجه، ولا كان مجرد ان هو ايه، بلاغ بس عادي. فانتوا بقى انقلبتوا عليا، انت ازاي ابو ابنك اتحبس، ابو ابنك انت السبب فيه. انا بقى معرفش ان اسمي جاي في محضر ناجي. طبعا هو ناجي واحد بياخد حقه بالقانون، وانا ما اقدرش ان انا اوقفه في حاجه زي دي. زي ما انا باخد حقي بالقانون، هو بياخد حقه بالقانون. لما كان بيطلع في اي مشاكل او اي حاجه، كنا بنطلع العام برضو ونقول خلاص انت ماشي قانوني، بلاش مشاكل. واحنا كمان بننصح نفسنا بكده، ان خلاص بلاش مشاكل على العام، ولو عايزين نعمل اي حاجه بتبقى خلاص بره عن الناس وبره عن اليوتيوب وبره عن اي حاجه. فهو الراجل مغلطش، لكن ان انتوا وكمان المحضر اللي هو فيه 600,000 ده معمول فيه اشخاص تانية، فمش معقولة انا اصلا ماليش علاقة بالاشخاص التانية اروح اعمل فيهم محاضر المحضر ده. فانا ماليش علاقة يا جماعة بالمحضر ده، اذا كان اسم اتذكر فيه فبناء على ان انا خطيبة ناجي، بس انا معرفش حاجة تانية عن الموضوع ده. فانا معرفش ان انا اتبلى عن حد وطبعا انا يعني بعيدة كل البعد اصلا عن موضوع المحاميين والقضايا، ومعرفش اي حاجة عن الحاجة دي. انا يا دوب عملت المحضر، والمحامي بتاعي خلاص هو اللي بيتحرك وبيعمل كل حاجة. يعني حتى لما هو كان محجوز، انا ما والله العظيم وكيل النيابة طلبني، انا ما رحتش اليوم ده. المحامي بتاعي هو اللي راح، علشان انا يعني قالوا لي اصلا غلط ان انت ما تروحيش المحضر كده ولا كانه له لازمه، ومطلوب سؤالك وكده. المحامي بتاعي راح مكاني ومعرفش عمل ايه بصراحه يعني، بس هو كان معاه الفيديوهات اللي اتعملت الجديده. ده طبعا اخر حاجه انا عملتها، مفيش حاجه عملتها بعد كده. وانتوا طبعا بتهاجموني على اساس ايه، ابنك وحرام عليكي ابنك وهتسجيني ابوه وكلام من ده. انا يا جماعه ما يرضينيش اي حاجه، ما كنتش عاوزه اي حاجه تحصل من اللي بتحصل دي. وانا عاوزه كل ام وكل بنت وكل اخ وكل اخت تحط نفسها مكاني. انا لو كان حد يضمن لي ان انا اعيش في سلام، او ما يحصليش اي حاجه، او ان انا ما يتعملش فيا اي حاجه تبلي، او ان محدش يأذيني او يأذي ابني، انا ما كنتش اتحركت خطوه. لكن انا شايفه الناس سوري يعني بتولع الدنيا، الناس بتعمل فتن. مفيش حد بيقول ربنا يهدي، مفيش حد بينصح نصيحة حلوة. طبعا الكلام ده برضو للناس اللي عندي، سواء بيحبوني او مش بيحبوني. انا مش عاوزة منكم غير ربنا يهدي بس، وربنا يفك كربنا جميعا يا رب. انا كنت طالعة ان انا اوضح الحكاية دي، ان انا محضر اللي هو 600,000 ده انا ماليش علاقة بيه يا جماعة. وطبعا زي ما قلت لكم، ناجي في قضاياه بياخد حقه بالقانون، انا برضو ماليش دخل. انا معرفش ان انا امشي على راجل لسه ما بقاش جوزي كمان، ف محدش يكلمني في حاجه. وتاني حاجه طبعا لما دخلنا مع عبد الله، او دلوقتي بقى يعني على علاقه بيه عبد الله يا جماعه، طبعا زي ما اعتذر، زي ما غلط فيا طلع اعتذر على العام. انا ما كنتش عايزه حاجه غير كده. طبعا الاعتذار ده ما بيقللش من شأن حد، بالعكس بيكبر. طبعا انتوا هتقولوا لي رجعتي له بعد ما سبك. عبد الله ما كانش يعرف عني حاجه، برضو كان بيسبني في منصات تانية، وكان الاطراف كلهم راضيين وما كانش حد بيقول عيب. انا لما سامحت عبد الله سامحته علشان هو طبعا غريب وما يعرفش عني حاجه، وفي نفس الوقت اعتذر لي. يعني انتوا كلكم اصلا بترجعوا لبعض، بتتسبوا وبتتشتموا وبترجعوا لبعض، فمن غير حتى ما حد يعتذر. فانا واحد طلع اعتذر لي قدام العالم كله، انا ليه ما اكونش كويسه واسامح؟ هتقولوا لي ما تسامحيش ليه ابو ابنك؟ هقول لكم ان هو ما اعتذرش، حتى لو هو مثلا انا مش على حق او هو مش على حق. ايه يا حبيبي، حط لايك يا فهد، حط لايك يا حبيبي، لا في اللي فات. حطوا لايك لفهد البطل اهو. قلت له تعالى بقول له تقول لمامي حطوا لايك لمامي. حلوة. حاضر يا قلب امل. طبعا يا جماعه زي ما قلت لكم
لو كان الموضوع مش الاول ان مثلا كل ما حد لو حد غلط يعتذر، ما كانش فيها يبقى حاجه من دي. إيه انا يا جماعه والله العظيم والله العظيم انا اخدت عهد على نفسي ان انا ما اطلعش ارد على اي حاجه ولا اغلط علشان ابني. وللمره المليون هقول علشان ابني. انا ابني بيكبر وبيمسك التليفون برضو، للمره المليون هقول لكم. طبعا انا برضو مش برمي كلام على اطراف تانية، انا ما يخصنيش اي حد تاني، انا بتكلم على حد، على شخص معين. طبعا يا جماعه مش هجيب سيره اطراف تانية طبعا. هما معروفين هما ايه، سببين اعراض شوية عليا وشوية معايا، وكانوا قبل كده برضو يعني بيسبوا الاطراف التانية وبيرجعوا لبعض بصوا انا ماليش دعوة بالناس دي، يعني دول في عالم وانا في عالم تاني خالص. انتوا شايفيني ولا ليا اختلاط مع حد ولا ليا اي حاجة، ولا بطلع مع حد مثلا او برفع منتديات بتسب حد وانتوا شاهدين اصلا، او بطلع بعلق عند حد بيشتم حد، او بشتم عندي، ما فيش الكلام ده. طبعا لو طلعنا حتى مع عبد الله ممكن مثلا بنبرر للناس، بنتكلم في حاجه تخصنا كده. عبد الله بقى مع مشكلتكم معاه، او هو مشكلته معاكم، هو برضو حر. طبعا يا جماعه المطلوب منكم بس ان انتوا تهدوا الدنيا، محدش يجيب سيرتي، محدش يتكلم. مش هقولكوا عشان انتوا بتأذوني، انا والله العظيم انا خلاص انا يعني مش هقولكوا ما بقتش معبره، لا طبعا انا برضو عندي احساس وبزعل وكل حاجه، بس الاكتر ان انتوا بتأذوني. فبعد اذنكم اللي مش عاوز يأذيني واللي بيحب ابني سواء مع الطرف التاني هو برضو ابنه، فانتوا بتأذوه. بالله عليكم ما عادش حد يفتح في السيره دي، يعني عندي حتى ما حدش يتكلم في حاجه. عاوزه اقول لكم ان انا مرضاش اذيت حد، ان انا عارفه اخره القضيه دي ايه، وانتم مكبرين الموضوع قوي. انا يا جماعه اللي عملته مش 5 قواضي ولا حاجه، هم قضيتين، قضيه من سنتين من 2023 والقضيه الجديده دي، المحضر الجديد ده، ولسه معرفش اصلا اجراءاته ايه او اتاخد فيه ايه. فطبعا كلها قضيتين اسريه، يعني بين واحد وطليقته. المعروف فيها هيبقى ايه، والحبس فيها مش واجب. بس انا كنت عاوزه يعني مش هقول لكم ارد اعتبار ابني، يعني انا حتى جبت مس لابني البيت بتسال عن الموضوع، فناس كتيره بيسالوني انا علشان ابني طبعا لسه مش عارف يرد. فلما ابني ده يكبر شويه الناس برضو هتساله في ايه وايه اللي بيحصل ده ومامتك فاهميني الكلام ده، طبعا كلام في الاعراض. فهو بس والله العظيم انا ما عملتش المحاضر بناء عن كده، لكن انا لو ما كانش في بيني وبينك ابن او دم او اي حاجه، انا ما بصوا ولا كنت هعبر ولا محاضر ولا هيشغلني ولا اي حاجه. وكمان يا جماعه في نقطه الرجوع برضو عايزه اتكلم في حاجه فيها. طبعا ناس كتير برضو بتعلق عندي ان انا بعمل كل ده علشان الرجوع. انا والله يا جماعه والله 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 يعني مش عاوزه ادعي على نفسي او احلف على المصحف، مفيش حاجه اسمها رجوع. انا لو كنت عاوزه ارجع كنت رجعت رسمي بمزاجي وقت ما كنا في وقت للرجوع. اللي بيقول مامتك خربت عليكي، منين مامتي خربت عليا ومنين دلوقتي مامتي عايزه ترجعني عرفي والكلام اللي بيتقال ده. طبعا انا كواحده ست ما اقدرش ان انا اجرح او اقسى على واحده ست زيي، وما ينفعش ان انا اعمل ولا اخرب بيت حد. انا ما بصوا اللي انا مرضاش على نفسي مرضاش على حد. عاوزه اقول لكم بالله عليكم بالله عليكم بلاش فتنه وبلاش توليع. وانا اللي بطلب منكم دلوقتي مفيش حد يجيب سيره ابو ابن عندي، ولا بغلط ولا بحلو ولا اي حاجه. انا طبعا مش هتكلم تاني في الموضوع، انا كنت طالعه اوضح للناس النقطتين دول. وطبعا انا مش هرد على اهله طبعا. ناس طبعا كبيره وانا اكلت معاهم عيش وملح في يوم من الايام، وهتقولوا لي طبعا ليه بتحبسي ابنهم. طبعا انا وضحت لكم ده في اول الكلام. انا يا جماعه مش في نيتي اذى خالص، وانا لو كنت حد ضمن لي ان انا اعيش في سلام انا مش هيحصل كل ده. لو كان مثلا في اعتذار، الاعتذار ما بينقصش من حد. لو كان في اعتذار
كان ابني حتى هيغلطني يقول لي الناس اعتذروا والناس مفيش حاجه، وكنت حتى هغلط نفسي، ما كانش هيبقى في محاضر، ما كانش هيبقى حاجه، انا نفسي كنت هعتذر. مش هقول ان انا ما غلطتش او لا، احنا كلنا غلطانين يا جماعه، بس الفتنه اصلا جت من الاول بسبب قناه، زي ما ابو ابني بيقول قناه اتعملت بعد جوازه، ان هي بتتكلم عنهم وبتقلع وبتلبس وكل الكلام ده. انا والله والله والمصحف الشريف الهي يا رب موعى رب ابني، يا رب يا رب يا رب، ما هقول لكم ايه اكتر من كده، والله ولا حد من عيلتي ولا حد من قرايبي ولا حد من جيراني ولا اعرف حاجه اي حاجه عن القناه دي، وبكره الايام تثبت لكم، ويمكن ابو ابني واهله عارفين ان مش احنا، وبصوا في اثباتات كتير قوي 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 ممكن تعرفوا انه مش احنا، ويمكن العند هو اللي موصلنا لكده. طبعا انا اثبتت برضو في البلاغ اللي انا عاملاه ان بيحصل كلام ان في قناه تبعنا، وبرضو ده تشهير ليا ان في قناه بتعمل الحاجات دي وبتتنسب لي، فانا برضو اثبتت كل ده. طبعا بكره الايام تثبت ان ليكوا انتوا حتى ان دي مش تبعنا، ولا اصلا ان احنا نعمل حاجه زي كده. اي نعم كان ممكن ان احنا بنرد، بس يعني كرد فعل، لان احنا اتظلمنا بسبب الحاجه دي، بسبب القناه دي، فاحنا لحد دلوقتي برضو زي ما يكون في دايره مقفوله، بنرجع ونتصافى، وبرضو ما تعرفوش في ايه بنرجع تاني لنفس النقطه، ومفيش كده ان احنا فعلا نكون خلاص بقى كل واحد يتنازل عشان خاطر الولد، مش عشان خاطر ابني، كمان عشان خاطر بنتك. الاتنين انت ابوهم، انت انا مرضاش ان انت تتأذى علشان انت ابوهم الاتنين. الاتنين دلوقتي صغيرين مش فاهمين حاجة، كمان سنة او سنتين هما اللي هيسألوا على بعض غصب عني وعنك، وغصب عن اهلي وعن اهلك، الاتنين هما مصيرهم لبعض وهيسألوا عن بعض، و يعني في حاجات كتير هتتعمل غصب عننا، فليه ما تكونش بالحب بدل الكره، وليه ما نقدمش الخير يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه، انا اصلا مش عارفه كلامي اللي انا بقوله ده دلوقتي هيترتب عليه ايه بعدين، او ايه اللي هيحصل، او ايه رد فعل ناس تانية. انا عاوزه اقول لكم ان في حاجات كتيره قوي قوي على المنصه انا مش بتكلم فيها، وحاجات كتيره مش عاجباني، بس مش كل حاجه مش عاجباني هطلع اتكلم فيها او هعمل عناوين، او كل ما يجيلي كومنت هطلع اكتب حاجه. طبعا يا جماعة انا مش عاوز اطول عليكم، وانا يا رب يكون الفيديو بتاعي ما يعني قدرت ان انا اتكلم في كل حاجة وما غلطش، بس انا مستحملة الغلط فيا ومستحملة كل حاجة، علشان انا مش عارفة بعد يوم او يومين ايه اللي هيحصل. مش عايزة يعني انا مش عاوزة والله اي حاجة تأذبني، مش عايزة كلمة تأذبني. خلاص زي ما قلت لكم، انا خلاص واخده عهد على نفسي، مهما يحصل انا مش هطلع اعمل اي حاجه، او اطلع يكون ليا رد فعل. انا بقول يا رب، ومش عايزه حد يزعل من ماما سلوى. ماما سلوى وماما سلوى اكتر حد بيخاف عليا، واكتر حد نفسه يخليني اعيش مبسوطه، واكتر حد نفسه لو كان يكون مبسوط وعايش عيشه سويه فعلا. فمحدش يجي عليها. انتوا محد مثلا يأذيكم بتطلعوا حتى قنوات النقد تتكلم، مش امكم وابوكم واهلكم، لا انتوا بتطلعوا اصلا ناس غريبة ترد مكانكم. فانا ماليش حد يا جماعة، ماليش حد اصلا، ولا بتواصل مع قنوات، ولا بدخل لحد دافع عني، او مفيش الكلام ده، انا ماليش. طبعا ماما عارفة طبعي ان انا لما بزعل خلاص بنعزل وباخد جنب وبسكت، فهي ماما طبعا غيري خالص، ماما مندفعة وبتزعل وعاوزة ترد مش تعرف تسيس امورها او تعرف تتكلم بالراحة، لا هي كل اللي في قلبها بتطلعه علشان بتشوفني زعلانة. فانا دلوقتي بقول لكم كلام للكل، محدش خلاص فكروا في فهد، فكروا كل كلمة طالعة منكم هتيجي على فهد وتأذيه. فهد دلوقتي يا جماعة بيقعد يسألني يعني كلام عن الأب، باباكي فين؟ طبعا هو بيقول له أشرف أخويا يا بابا فين؟ أقول له في الشغل مسافر. بابا كذا فين؟ هو عارف اسم باباه.
عارف انه له اخت، عارف لما بيشوف صورة بابا يقول لي فين لولو، عارف، بصوا عارف كل حاجة. فانا ازاي اصلا اطلع اشتم في قناتي انا مش عايزة اجيب لابني الكلام ومش عايزة اكتر في الكلام يا جماعة. ف انا مش عايزه اكسر قلب ابني لما بيقول لي بيسأل عن الاب، بقول بابا مسافر، بابا بيشتغل، مش عارف ايه، الكلام ده. يعني والله العظيم لما باجي اغني له وهو نايم ماما زمانها جايه، يقول لي لا قولي بابا. ففي كلام كتير انا يعني يمنعني ان انا اصلا اطلع ارد. انا زي ما بقول لكم انا مش عارفه المستقبل هيكون فيه ايه، وابني لما يكبر شويه آه، هو اللي هيطلب يا جماعه. بالله عليكم بقى خلاص يعني. انا طبعا الكلام ده مش لابو ابني، لا انا بتكلم يعني بقول خلاص للمتابعين، سواء بقى بتحبوني او مش بتحبوني، خلاص بلاش سيرة في الموضوع ده تاني. علشان مش عشان خاطري، عشان خاطر ركان، لو انتوا بتحبوه فعلا والكلام ده، وربنا يهدي، وربنا يا رب يقدم اللي فيه الخير. وانا كل اللي طالباني مش عاوزه غلط بس. وبالنسبة طبعا يا جماعة للمرة المليون، أنا مش عاملة غير محضر قديم وخلاص اتحكم فيه، والمحضر الجديد، ومش بصوا مش مستاهلة خالص تكبير الموضوع اللي حاصل ده والكلام ده وخالص يعني. هو الموضوع يعني لو كان واحد غريب كان ممكن يتسجن، لكن هو الموضوع مظبوط ان واحد وطليقته واحد كده فاهمين. فهي الموضوع موضوع أسري، لو سألتوا اي محامي بيكون معروف الحكم فيها ايه وكل حاجة. ف محدش يربطني مع حاجة تانية. لو بالله عليكم انا خدوا الكلام اللي يطلع مني ومن قناتي انا، ما تاخدوش مثلا لو حد تاني طلع سب او شتم او اي حاجة، ما ترموش الكلام عليا او تدخلوني في الموضوع. معلش بعد اذنكم، ويا ريت تحطوا لايك، وبحبكم وتوحشوني.